مساء الخير. اليوم رح نعمل مع بعض كيكة الأناناس بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة بكل بيت، مع بعض الخطوات المهمة لحتى نضمن إنها تنقلب معانا بسهولة بدون أي أخطاء. تابعوني حتى تتعرفوا على طريقة العمل خطوة بخطوة. في البداية بدهن الصينية اللي راح استعملها بشوية زبدة أو زيت نباتي، وبفرشها بورق الزبدة. وورق الزبدة مهم جدا بهاي الوصفة عشان نضمن إنها تنقلب معانا بسهولة وما تكون قطع الأناناس ملزقة بالصينية. طبعا برد أدهنها بشوية زبدة وبوزع قطع الأناناس، ممكن تحطوها قطعة كاملة بس أنا هون قطعتها. هسا بنتقل للخطوة الثانية وهي تحضير الكراميل. رح نحتاج كاس من السكر ومعلقة صغيرة من الزبدة ورشة صغيرة من الملح ورشة صغيرة من ملح الليمون ومعلقة كبيرة من ماء الأناناس. بشغل الغاز على العالي في البداية، ومجرد ما بلش يتكرمل داير السكر بوطي للغاز وببلش أقلب بالسكر حتى يذوب وما يضل أي تكتلات. وفي ملاحظة مهمة، لا تبالغوا بتغميق لون الكراميل لأنه بيقلب على مرار. بشيل القلاية مباشرة عن النار وبصب الكراميل فوق قطع الأناناس، وبحاول أمد الكراميل على كل قطع الأناناس لأنه بيجمد بسرعة. وبهيك خلصنا الطبقة الأولى. هسا رح ننتقل لخليط الكيك. رح نحتاج 4 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، ومعلقة صغيرة من الفانيلا السائلة، ومعلقة صغيرة من الخل الأبيض. طبعا الخل بيعطي طراوة للكيك وبنفس الوقت ما بيخلي أي ريحة للبيض. بنزل كاس من السكر، بنبلش نخلط لحتى يصير الخليط مثل الكريمة لونه على بياض. وهاي الخطوة مهمة بتساعد الكيك يكون اسفنجي وهش. هسا بنزل نص كاس من الزيت النباتي وبنخفق. بعدها بنزل نص كاس من الحليب السائل ونص كاس من عصير الأناناس. بنستمر بالخفق وبنتركه على جنب، وبنبلش نحضر للطحين. عندي هون 2.5 كاس من الطحين، بحط عليهم معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. بخلطهم شوي وببلش أنزل الطحين فوق الخليط السائل على دفعتين، وبحرك مظبوط لحتى ما يضل فيه أي تكتلات. بنزل الخليط فوق الأناناس. طبعا هسا بدخلها على فرن محمى مسبقا بالرف الوسط أول ربع ساعة على درجة حرارة 200. بعدها بوطي درجة الحرارة 180 لمدة نص ساعة، طبعا مع ضرورة اختبار استواء الكيكة قبل ما نطلعها من الفرن. وضروري أول ما نطلع الكيكة من الفرن دغري نقلبها قبل ما يجمد الكراميل ويصير صعب علينا قلبها. وبهيك بنكون خلصنا وصفتنا لليوم، وبتمنى نجربوها وإن شاء الله رح تعجبكم. وإذا عجبتكم بتمنى تعملوا لي لايك وشير واشتراك ومتابعة للقناة، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.